حتى أفضل الرسوم المتحركة مش كاملة، وبيبا بيج واحدة منهم. يلا نشوف شوية أخطاء مضحكة لقيناها في بيبا بيج، زي في حلقة بيت الزجاج بتاع الجد بيج. في آخر جزء من الحلقة لما الجد الكلب كان بيعمل سلطة الطماطم لاحظنا شوية أخطاء مضحكة. لما الجد الكلب خلص السلطة قدمها لكل الناس، وزي ما احنا شايفين هنا كل واحد طبقه مليان سلطة، بس بص على كمية السلطة اللي لسه في الطبق الكبير، هي بالضبط زي ما كانت أول ما عملها. يبدو إنه الجد الكلب عمل حركة سلطة طماطم لا نهائية، ولسه فيه كمان. لما الشخصيات بدأت تاكل سلطة الطماطم بتاعتها الطبق الكبير كان فيه طماطم بس لما الكاميرا رجعت تاني للمكان اللي فيه كل الشخصيات الطبق الكبير بقى فيه ورق ريحان. بجد في حاجة غريبة بتحصل مع السلطة دي. في الحلقة اللي إيفي راحت فيها مطعم لأول مرة لاحظنا شوية أخطاء كتير. يلا نبدأ بالأكواب اللي على الترابيزة. في الأول تقدر تشوف بوضوح مكانهم فين، لكن بعد ثواني بس من غير ما حد يلمسهم أماكنهم بتتغير فجأة. ولسه في أكتر من كده. ركز كويس على بابا بيج، بعد ما يخلص أكله بيزقوا طبقه ناحية نص الترابيزة، بس في اللقطة اللي بعدها على طول الطبق رجع مكانه قدامه بطريقة سحرية. في حلقة هوبس في غلطة مضحكة جدا. لما كل العيال كانوا بياخدوا الأطواق من السلة شفنا كمان زوي الزبرة بتشارك معهم. بس هنا المشكلة، من شوية كانت مش موجودة أصلا في الفصل، إلا إذا زوي عرفت إزاي تتنقل في ثانية. دي أكيد غلطة في التحريك، والغلطات مش بتوقف عند كده. ولما الكل كان بيلعب بالأطواق زوي اختفت تاني بشكل غريب، كأنها ما كانتش موجودة أصلا، كأنها ظهرت في لقطة واحدة وبعدين اختفت فجأة. في حلقة بلد الوادي لما عائلة الخنزير كانوا بيستعدوا يركبوا هليكوبتر الآنسة رابت، ركز كويس في جزمة مامي بيج، هتلاقيها لونها أزرق بوضوح. بس بعدها بلحظات وهي بتنزل السلم على المركب جزمتها تغير لونها فجأة وبقت بنفسجي. هي يا ترى كانت شايدة جزمة احتياطي، ولا ده كمان خطأ تلوين سريع في الرسوم المتحركة؟ الخطأ اللي جاي ده شبه خدعة اختفاء. في حلقة قارب النجاة لما بيبا وصلت للميناء الأرنب النكدي خرج من فتحة القارب بتاعه، لكن بعد لحظات لما الكل واقف في المكان اللي كانت فيه الفتحة في الأول الفتحة اختفت تماما. ما شفناش حد قفلها أو نقلها، راحت فين؟ يمكن مركب الأرنب النكدي فيها فتحة سرية بتختفي، أو يمكن الرسامين استعجلوا شوية في حركة الاختفاء. ولسه في كمان في الأول لو بصينا على ذراع المركب هنلاقيه بعيد جدا عن عجلة القيادة، لكن في آخر جزء من الحلقة لما بيبحروا بعيد الذراع بقى فجأة جنب عجلة القيادة. يا ترى الأرنب جرامبي ركب ذراع دوار، ولا المركب قررت تغير مكان التحكمات وهي ماشية في الرحلة؟ في حلقة سلحفاة الدكتورة هامستر، الدكتورة هامستر البيطرية جات تزور الأطفال وتتكلم عن الثلاث حيوانات أليفة اللي جابتهم معاها. ولما كانت بتتكلم مع الأطفال نقدر نلاحظ إنه كاندي كات موجودة هناك كمان. بس بعدين في الحلقة لما الدكتورة هامستر اكتشفت إن سلحفتها طلعت فوق الشجرة اتصلت بخدمة مطافي الآنسة رابت، ولما طاقم المطافي رايح للمكان نقدر نلاحظ إن في عربية وراهم، لكن المشكلة إن كاندي كات قاعدة في الكرسي الخلفي ورا خالص. إزاي ده ممكن يحصل؟ قبل كده شفناها في الفصل، لكن دلوقتي هي هنا قاعدة في العربية. بجد ده خطأ غريب جدا. في حلقة مستشفى الكرتون ركز كويس على طريقة بيبا وهي بتعرض أوراق الرسم. في الأول بتعرض الورقة اللي فوق وفيها ديناصور أزرق، وبعدين بترجعها مكانها، وبعدين بتاخد الورقة اللي في النص وفيها ديناصور أخضر. هي بتحط الورقة دي فوق وبعدين بتاخد الورقة اللي في النص تاني. مش صعب تتوقع إن فيها ديناصور أزرق، لكن لأ، ده ديناصور بنفسجي. بس بيبا ما خدتش الورقة اللي تحت خالص. طيب إزاي شفنا الديناصور الثالث؟ في حلقة السلامة أولا في غلطة غريبة في التحريك. لما بابا بيج بيفتح بوابة الأمان ركز كويس، البوابة فعلا بتعدي من وش بيبا وجورج كأنهم مش موجودين أصلا. دلوقتي اللي جاي مش غلطة في التحريك بالظبط، لكن أكتر غلطة منطقية لما بيبا وجورج بدأوا يخلوا البيت آمن للأطفال، غطوا كل حاجة بالبابل راب. بس هنا المشكلة، إزاي في الدنيا قدروا يغطوا اللمبة اللي معلقة في السقف بالبابل راب؟ مستحيل الخنزيرين الصغيرين دول كانوا يقدروا يوصلوا لها. في حلقة كاميرا بابا السينمائية لاحظنا شوية أخطاء. بيبا وجورج كانوا بيتناولوا فطارهم لما بابا بيج استلم الكاميرا السينمائية بتاعته،
دلوقتي بص على الترابيزة هنا، زي ما احنا شايفين في طبقين كورنفليكس وكوبين عصير برتقال. لكن بعد لحظات لما بابا بيج حط الكاميرا على الترابيزة، طبق الكورنفليكس وكوباية عصير البرتقال اختفوا. ولسه في أكتر من كده. في وقت لاحق في الحلقة بابا بيج وصل الكاميرا بتاعته في التلفزيون عشان يشوف الفيديو اللي صوره. دلوقتي بص على مكان السلك متوصل فين. هو في الجزء السفلي من التلفزيون، ولما بيشوف التلفزيون عن قرب السلك اللي كان متوصل مش باين خالص. لكن لما بيشوف اللقطة الواسعة للأوضة بنشوف السلك تاني. في حلقة كايلي كانجارو وعائلتها بيروحوا بيت بيبا عشان يزوروها، ولما بيوصلوا بيت عائلة الخنازير كل عائلة الخنازير بيطلعوا برا عشان يرحبوا بيهم. دلوقتي بص كويس على عائلة الخنازير، هنلاحظ إن بيبا وجورج واقفين قدام بابا وماما خنزير على طول. بس المشكلة إنه لما المشهد يقرب على بيبا وجورج ماما وبابا خنزير بيختفوا من الكادر، مع إننا شفناهم قبل كده كانوا واقفين ورا بيبا وجورج على طول. في غلطة كمان في الحلقة دي وهي كمان أضحك. بعد ما بيبا وجورج قابلوا كيلي كانجارو وأخوها جوي، بيبا بتوري كيلي إزاي تنط لفوق ولتحت في البركة الطينية. دلوقتي بص على حجم البركة الطينية، هي صغيرة جدا، بس لما الشخصيات التانية يبدأوا ينطوا في البركة حجمها فجأة بيتغير بطريقة سحرية. احنا شايفين بوضوح البركة وهي بتغير حجمها من غير سبب. ودلوقتي نروح لحلقة إعادة التدوير. لما بيبا تروح لسلة الزبالة لو ركزت كويس هتلاقي فيه شوية رسومات فوق سلة الزبالة على طول، بس بعد ثواني نفس الرسومات دي بتظهر فجأة متعلقة فوق البوتاجاز. وأخيرا لما ماما خنزير بتوري بيبا صناديق إعادة التدوير الموضوع بيبقى أغرب. بنشوف الصناديق موجودة على يمين التلاجة وده ملوش أي معنى. في كل الحلقات التانية التلاجة بتكون لازقة في الحيطة ومفيش أي مساحة خالص للصناديق دي. في حلقة كمبيوتر جدو بيج بيبا وجورج بيروحوا بيت جدهم وجدتهم علشان يصلحوا الساعة اللي اتكسرت. فعلشان يصلح الساعة جدو بيج بيروح للورشة بتاعته. دلوقتي ركز كويس، لو بصينا ورا الساعة على طول هنلاقي سلة أدوات، بس الغلطة هنا إن بعد شوية السلة اختفت فجأة. ولسه في كمان لما جدو بيج أخيرا صلح الساعة السلة ظهرت تاني فجأة. نكمل. في حلقة دولاب اللعب لاحظنا شوية أخطاء مضحكة. هنا بالظبط لو بصيت على الباب هتلاقي فتحة للبريد، بس بعد لحظات لما مستر زبرة فتح الباب الفتحة اختفت تماما. وفي المشهد اللي بيبا بتدي فيه رجلين الدولاب لجورج شكل دراعها كأنه طالع من دقنها على طول. في حلقة الخنزير الصغير لما كلوي طلعت عربية الأطفال من المخزن ركز كويس في المخزن نفسه. في الأول كان في علم فوق المخزن، لكن في اللقطة اللي بعدها على طول العلم اختفى تماما. ودي كمان حاجة غريبة تانية. لما بيبا قالت إنه جورج بيبي ولد شفنا بوضوح كرة جنبهم، لكن بعد لحظات الكرة اختفت تماما كأنها ما كانتش موجودة. في حلقة المكتبة لما بابا بيج قعد يقرأ كتاب العالم الرائع للخرسانة القمر والنجوم اللي كانوا باينين من الشباك قبل كده اختفوا تماما. وفي نهاية الحلقة سوزي كانت ماسكة كتاب المكتبة بتاعها، بس هنا الغلطة، قبل كده كان لونه أخضر ودلوقتي بقى لونه برتقالي. حلقة من فضلك وشكرا بتبدأ مع عائلة الخنزير وهم بيتناولوا الفطار مع جدو وتيتا بيج. هنا مامي بيج هتصب العصير في كوباية بيبا. لو ركزت كويس هتلاقي الإبريق مليان تقريبا للآخر لحد اليد اللي فوق. بعد ما تصب العصير المستوى بينزل وده منطقي، بس هنا الجزء الغريب لما مامي بيج اتلفت لجورج وسألته لو عايز عصير فجأة الإبريق بقى مليان تاني بالكامل. يبدو ان مامي بيج اكتشفت نوع من خلل العصير اللانهائي، وده مش الخطأ الوحيد. في وقت لاحق في الحلقة في الحضانة سوزي كانت قاعدة ورا ريتشارد رابت وقدام بيبا، لكن لما الكاميرا قربت عليها فجأة أدمند أليفنت ظهر قدامها على طول. ودلوقتي مع الخطأ الجاي هنشغلكم المقطع، شوفوا لو هتقدروا تلاحظوا الخطأ. البذور دي هتكبر وتبقى زهور جميلة. لاحظت لما جدو بيج بيتكلم عن البذور خد بالك من مكان الكنكة بتاعت المية، وبعدين المشهد بيقرب على البذور ويرجع تاني لمكانه الأصلي. بس بص على الكنكة مكانها اتغير شوية بين اللقطات. ولسه في أكتر من كده، في أخطاء تانية مضحكة أكتر في الحلقة دي. بص على جدو بيج وهو بيتحدى قوانين الجاذبية،
بالطريقة اللي ماسك بيها العلبة المفروض كل البذور تقع مرة واحدة، لكن هنا كل بذرة بتقع لوحدها. وكمان من شوية العلبة كانت مليانة بذور، بس أول ما أول بذرة وقعت العلبة بقت نصها فاضي، وبعد كام ثانية العلبة رجعت مليانة بذور تاني. هو ده نوع من الجليتش البذور اللانهائية ولا إيه؟ وآخر غلطة في الحلقة دي غريبة جدا. لما جده بيج كان بيضرب العصافير دراعه غطى وش بيبة، دلوقتي وش بيبة بقى فيه دراع طالع منه. دلوقتي تعالوا نبص على الأخطاء في حلقة جنية الأسنان. في المشهد ده احنا شايفين طرف الترابيزة بوضوح ومفيش عليه أي حاجة، بس لما المشهد بيبعد طبق فيه سباجيتي بيظهر. وفي المشهد ده بيبا ماشية جنب السلم، بس في حاجة ناقصة هنا. مش المفروض يكون في باب الأبو هنا؟ وكمان في بعض الحلقات الباب ده بيوصل للأبو، وفي حلقات تانية بيبقى بس باب لأوضة التخزين. ولسه في كمان لما بيبا بتفرش سنانها بص على رمز القلب اللي على هدومها وهو بيتنقل من ناحية للتانية. وكمان في المشهد ده مفيش أي حاجة وراهم. بس بعد لحظات الحوض ظهر، وتاني يوم أول ما الشمس طلعت لاحظنا غلطة تانية. الساعات عدت والشمس طلعت، بس السحب هنا ما تحركتش خالص. ودي كانت بعض أطرف أخطاء التحريك في بيبا بيج. شفت أخطاء تانية احنا ما خدناش بالنا منها؟ اكتبهم في التعليقات وممكن نعرضهم المرة الجاية.